كولر يستبعد الثلاثي، مصدر يكشف قائمة الأهلي المشاركة في السوبر. استقر السويسري مارسيل كولر على قائمة النادي الأهلي استعدادا للمشاركة في بطولة السوبر المصري المقرر له في العاصمة الإماراتية أبو ظبي. وتنطلق بطولة السوبر المصري يوم 20 من أكتوبر الجاري، حيث يلتقي الأهلي مع نظيره سيراميكا كليوباترا، بينما يواجه الزمالك فريق بيراميدز في نفس اليوم. وأوضح مصدر مطلع داخل النادي الأهلي أسماء قائمة اللاعبين الذين سيخوضوا البطولة وفقا لقرار كولر، وجاءت القائمة كالتالي: حراسة المرمى محمد الشناوي، حمزة علاء، مصطفى شوبير. الدفاع عمر كمال، خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أشرف داري، يوسف أيمن، يحيى عطية الله، كريم الدبيس. الوسط عمرو السولية، عمر الساعي، أحمد نبيل كوكا، أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور، محمد مجدي أفشا. الهجوم محمود كهربا، وسام أبو علي، رضا سليم، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات. بينما يغيب عن القائمة كل من علي معلول ومحمد هاني للإصابة وكريم الدبيس. فضلاً وليس أمراً، إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وإعجاب بالفيديو.